كيف تؤمن أيها المسلم بالمعجزات؟ عصا تشق البحر وتتحول إلى أفعى، إحياء الموتى، ناقة تخلق من صخرة، والكثير من هذه الأفعال المعجزة الواردة في القرآن. هل فعلا هذه الأحداث والمعجزات حصلت حقا أم لا؟ وهل هنالك تفسير عقلي ومنطقي يجعل هذه الأحداث تكون عقلية ومنطقية أم لا؟ هذا هو النقاش الذي سوف أناقشه معك في هذا الفيديو، وسوف أتبع في مسار النقاش مسلكين. المسلك الأول هو مسار الإنكار، والمسلك الثاني هو مسلك الإيمان والتصديق. لنبدأ هذا النقاش. أولا، مسلك الإنكار. سوف أعطيك 3 أمثلة لأشرح لك ما أقصد. المثال الأول، لنفترض أن هنالك شخصا في بيئتك وفي محيطك، هذا الشخص يعاني من مرض لا يشفى منه أحد على الإطلاق، وبعد فترة من الزمن، شهر أو شهرين، سمعت أن هذا الإنسان قد تعافى من مرضه ومن علته. السؤالان اللذين سوف أطرحهما عليك: السؤال الأول، ما هو ردة فعلك على هذا الحدث؟ وما هو التفسير العقلي والمنطقي لهذا الحدث؟ ردة فعلك على هذا الحدث هو الانبهار التام. كيف لإنسان أن يشفى من مرض لا يشفى منه أحد؟ والتفسير العقلي والمنطقي لهذا الحدث سوف تبرر في عقلك هذه المسألة بأن تقول مثلا أن الأطباء الذين شخصوا مرضه قد أخطأوا في التشخيص مثلا، وهذا الإنسان كان يعاني من علة ما، وهذه العلة زالت فشفي وعاد صحيحا سليما. هذا هو المثال الأول. أنت لهذا الحدث ليس خارقا للعادة، ولكنه حدث غريب، قد وجدت تفسيرا عقليا ومنطقيا لهذا الحدث. سأعطيك الآن المثال الثاني. هذا الإنسان المريض الموجود في بيئتك ومحيطك توفي ومات، وأتى فعلا طبيب ليفحصه ويتأكد من وفاته، وبدأت الناس تحضر تجهيزات دفنه وكفنوه فعلا. وقبل مثلا ساعة أو بهذا الشكل، هذا الإنسان المكفن الذي يتجهز للدفن إذا به ينتصب قائما بين الناس. نفس السؤالين سوف أطرحهما عليك. ما هو ردة فعلك على هذا الحدث، أو ما هي ردة فعلك على هذا الحدث؟ وما هو التفسير العقلي والمنطقي لهذا الحدث؟ ردة فعلك على هذا الحدث بالتأكيد هي الصعق. حدث صاعق جدا، لا نسمع به كثيرا. ربما لو كنت أنا في هذا الموقف وفي هذا المشهد، ربما سوف أصاب بنوبة قلبية وأموت مكان هذا الشخص الذي كان ميتا قبل قليل. أما التفسير العقلي والمنطقي لهذا الحدث، سأقول مثلا أن هذا الطبيب الذي أتى وشخص حالته ربما أخطأ في تشخيصه، أو مثلا هذا الشخص كان يعاني من حالة موت سريري، أو كان نبضه ضعيفا، أشياء من هذا القبيل. المهم أنني سوف أجد تفسيرا عقليا ومنطقيا لهذا الحدث، مع أنه نادر جدا. المثال الثالث الذي سوف أعطيك إياه، هذا الإنسان المريض نفسه والمصاب بمرض لا يشفى منه أحد مات، ومضى على موته 20 سنة، وأتى وأنت تجلس في بيتك، أتى لعندك إنسان، هذا الإنسان يخبرك أن هذا الشخص المريض قام من قبره وعاد صحيحا سليما معافى ويمشي بين الناس. نفس السؤالين: ما هو ردة فعلك على هذا الحدث؟ وما هو التفسير العقلي والمنطقي لهذا الحدث؟ ردة فعلك على هذا الحدث الضحك والسخرية. هذا الحدث مستحيل، ولا يوجد على الإطلاق تفسير عقلي ومنطقي لهذا الحدث. وهذه هي النقطة التي أريد أن أصل إليها. معظم المعجزات الواردة في القرآن الكريم هي معجزات لا يمكن للعقل أن يفسرها على الإطلاق. ناقة تولد من صخرة تنجب ناقة. كيف أستطيع أن أفسر هذا الحدث عقليا ومنطقيا؟ لا يمكن على الإطلاق.
بحر يتحول إلى طريق يابس، يعني بإمكان الإنسان أن يسير فيه ليس إنسان واحد وإنما جيش بأكمله وجماعة كبيرة من الناس وبضربة عصا. هل يمكن تفسير هذا الحدث عقليا ومنطقيا؟ إحياء الموتى، هل يمكن تفسير هذا الحدث عقليا ومنطقيا؟ لا يمكن ولا بأي شكل من الأشكال. لذلك في نهاية مسار الإنكار أقول لك بأن المعجزات هي أمر لا يمكن للعقل أن يفسره ولا أن يصدقه ولا أن يفهمه، لذلك هو ينكرها إنكارا تاما. هذه هي نهاية مسلك الإنكار. المسلك الثاني هو مسلك الإيمان والتصديق. أيضا سوف أعطيك أمثلة لتفهم ما أرمي إليه وما أقصده. لنفترض أن إنسانا يعيش في عصرنا الحالي. هذا الإنسان يعني عصرنا عصر الاختراعات، عصر الموبايل، الهاتف، الجوال. وهذا الإنسان سافر في الزمان إلى الوراء، إلى الماضي، ليقابل يعني أحد علماء ذلك العصر وأحد أكبر الفلاسفة الموجودين في ذلك العصر، أرسطو مثلا. وأخذ هذا الإنسان الذي سافر من عصرنا الحالي يشرح لأرسطو عن الهاتف، عن التليفون، ويقول له هنالك قطعة من البلاستيك والزجاج، هذه القطعة بإمكانك بضغطة زر عليها أن تتصل مثلا على شخص يعيش على بعد آلاف الكيلومترات وتتواصل معه ليس بالصوت وإنما بالصوت والصورة أيضا. وبإمكان هذا الهاتف أو الموبايل أن يختزن ملايين الكتب، وبإمكانه أن يخزن الصور والفيديوهات، وأخذ يعدد له الميزات الموجودة في الموبايل. هذا هو الحدث. والسؤالان يعني نفس السؤالين اللذين طرحتهما عليه قبل قليل. ما هو ردة فعل أرسطو على هذا الحدث؟ وما هو التفسير العقلي والمنطقي لهذا الحدث؟ ردة فعل أرسطو على هذا الحدث هو الضحك والسخرية. سوف يضحك من هذا الشخص الذي يحدثه عن هذا الاختراع، وسوف يسخر منه بالتأكيد، وسوف يتهمه بالجنون، لأن هذا الأمر لا يعقل أبدا، ولا يوجد على الإطلاق تفسير عقلي ومنطقي لهذا الحدث. المثال الثاني الذي سوف أعطيك إياه، أنت الآن يا من تشاهد هذا الفيديو، سوف أقول لك أنه لدي الآن أنا هاتف وموبايل، وهذا الموبايل بإمكاني بضغطة زر أن أتصل مثلا على شخص يعيش في أمريكا مثلا، وبإمكانها، وأخذت أعدد لك ميزات هذا الهاتف. نفس السؤالين أطرحهما عليك، ما هو ردة فعلك على هذا الحدث؟ وما هو التفسير العقلي والمنطقي لهذا الحدث؟ ردة فعلك على هذا الحدث هو يعني أمر عادي جدا. هل هنالك أحد في عصرنا يعيش بلا هاتف؟ لا يوجد. وما هو التفسير العقلي والمنطقي لهذا الحدث؟ التفسير العقلي سوف تقول لي مثلا أن هذا الهاتف الموجود يتكون من موصلات، معالج، كاميرا، أجهزة متراكبة فيما بينها تعطيك هذه الخدمات التي ذكرتها. ليس هنالك شيء مبهر، وهنالك تفسير عقلي ومنطقي لهذا الحدث. انتهى المثال. الآن سوف نناقش أو سوف نقارن بين إجابات أرسطو وبين إجاباتك، وسأسألك سؤالين. هل أنت أذكى من أرسطو مثلا؟ بالتأكيد لا. السؤال الثاني، هل تقييمك أو تفسيرك العقلي والمنطقي، أو يعني عقليا ومنطقيا، هل أنت أفضل من أرسطو؟ بالتأكيد لا. أرسطو هو أبو الفلاسفة. إذن لماذا اختلفت إجابتك عن إجابة أرسطو؟ الإجابة واضحة، هو بسبب اختلاف نوع المعرفة بيني وبين أرسطو. هذه واضحة. إذن هل نستطيع أن نقول أن هذه الأفعال المعجزة الواردة في القرآن هي مرتبطة بنوع من العلم نحن في عصرنا الحالي نجهله ولا نعرفه أبدا، وهذا العلم يختص به الإله وحده فقط؟ هل بإمكاننا أن نقول هذا الكلام؟ إذن الفعل المعجز الوارد في القرآن هو أمر يختص به الإله فقط، وفق نوع علم معين أيضا يعني من اختصاصات الإله، وهذا العلم نحن نجهله في هذه اللحظة، وجهلي به لا يدفعني إلى إنكاره، وإلا سوف أكون تماما مثل أرسطو الذي أنكر وجود الهاتف في جيبي. النقطة التي بعدها، انظر إلى نفسك أيها الإنسان.
لنقل مثلا أن طولك 180 سنتي، وزنك 90 كيلوغرام، عاقل، مفكر، متكلم، فيك ميزات كثيرة. هذه الميزات كلها كانت مختزنة ضمن نطفة لا ترى بالعين المجردة، موجودة ضمن سائل ماء. يعني هل من المعقول أو من المفهوم أن تكون أنت بكل ما فيك أصلك ماء؟ هل يعقل هذا الكلام؟ سوف تقول لي نعم معقول هذا الكلام، ملايين الناس تولد يوميا وبنفس الصورة. نعم صحيح، ملايين الناس تولد بنفس الصورة يوميا، ولكن إذا دققنا النظر في هذه العملية سوف نجد أنها عملية دقيقة مضبوطة متوازنة، يعني تجري بدقة لا متناهية. هذه الدقة يعني كلها في سبيل إنشائك أنت في النهاية. إذا دققنا في هذه العملية سوف نجد أنها عملية أصلا من الأساس غير منطقية وغير عقلانية إذا ما نظرت إليها من منطلق مادي بحت، لأن العلم المادي الموجود بين يدينا الآن بكل ما فيه يدرس فقط الظواهر المترتبة على هذه المادة، أما الأشياء الغير مادية لا يستطيع دراستها. من أين أتت الحياة؟ من أين أتت الروح؟ أين تذهب الروح بعد الموت؟ العلم لا يستطيع تفسير هذه الأمور على الإطلاق. لذلك أقول كنتيجة إن الحياة التي نعيشها الآن بكل ما فيها إذا نظرت إليها من منطلق مادي بحت سوف أجدها غير عقلانية وغير منطقية. ولكنني إذا ربطت هذه الحياة بإله هو الذي أنشأها سوف تصبح الأمور أكثر منطقية. لذلك أنا إذا نظرت إلى الفعل المعجز الوارد في القرآن الكريم سوف أجد أنه وفق مقاييس العلم المادي اللي موجود بين يدينا الآن سوف أجده غير عقلاني وغير منطقي. ولكن عندما أربط هذا الفعل المعجز بالإله سوف يتحول هذا الفعل المعجز أو سوف يصبح منطقيا وعقلانيا لأنه ارتبط بالإله. هذا هو نهاية مسار الإيمان والتصديق. قدمت لك في هذا الفيديو مسلكين ومسارين. المسلك الأول يعتمد على الإنكار، والمسلك الثاني الإيمان والتصديق، وأنت اختر ما شئت لنفسك. وإذا دققت سوف تجد أن ما قمت به لا يتناقض مع مفهوم الإيمان أو مفهوم القرآن الذي قدم مسلكين أيضا في نفس الوقت، فقال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وصلت إلى نهاية هذا الفيديو ونهاية هذا النقاش. أرجو أن أكون قد وفقت في نقاشي، وإلى لقاء في فيديو جديد.